يلا حبيبة قلبي، زي ما عودتكم وصفاتنا سهلة وبسيطة وسريعة ان شاء الله ومش مكلفة. هتطبخيها وهتاكليها في نفس الصينية، هتشرفك جدا قدام حبايبك قدام ضيوفك. سهلة وبسيطة وتتعمل في ثواني ومش هتاخد منك وقت ومش هتكلفك ولا غلبة ولا اي حاجة. بس استأذنك قبل ما نبدأ الفيديو اشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، واللايك الحلو والكومنت الجميل زي قلبي. سمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنبدأ في الوصفة بتاعتنا. يلا بينا حبيبة قلبي. هنجيب الصينية بتاعتنا اللي هنطبخ فيها وهنحطها على نار هادية. هنجيب معانا بصلتين وسط، كام قرن فلفل، 5 فصوص توم زي ما انت شايفة، وللصلصة نص كيلو طماطم. تمام، هنبشرها كويس، هوريكي برضو في الفيديو انا بشرتها ازاي اهو زي ما انت شايفة. صلي على النبي حبيبة قلبي. اهو بصي بوريك الطماطم انا بشرتها بالمبشرة مش بالخلاط، هنشيل منها القشر وابشرها اللحم اللي فيها. تمام، الصينية هي على نار هادية. هتجيبي لحمة مفرومة، بانيه مكعبات صغيرة جدا، او لحمة قطع صغيرة جدا، او خضار صغير جدا اللي عندك واللي متوفر عندك. تمام، انا جبت نص كيلو لحمة مفرومة، هي كانت في الفريزر وطلعتها عشان كده مجمدة شوية. فهديها صدمة على النار تنزل المية بتاعتها وهتشربها تاني زي ما انت شايفه اهو. هسيبها بقى تفك براحتها لحد ما هفرم البصل بتاعنا والحاجه في الكبه او على ايدك، مفيش اي مشكله. زي ما انت شايفه وانا بديها صدمه وبقلبها كويس جدا وهي هتفك لوحدها على النار من السخونيه. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش الاشتراك وتصلي على النبي. اهو اديتها صدمه وبقل ايدي فيها بقلبها، وفرمت البصل مع الفلفل مع الثوم زي ما انت شايفه اهو. وهخليها في جنب لوحدها، ده في جنب وده في جنب لحد ما تتشوح ويستوى معانا البصل كده يبقى اصفر. هنجيب معانا معلقه سمنه، معلقه كبيره سمنه اهو. هنحط التوابل بتاعتنا، ملح وكمون وفلفل اسمر بس، ما تزوديش وما تجوديش، البهارات بتغير طعم الوصفه. كتر البهارات بيغير طعم الوصفه وتحسي ان انتي الاكل ملوش طعم اهو. قلبت كله مع بعض، ولما البصل خد لون قلبت كله مع بعض. هنجيب بقى الطماطم بتاعتنا، انا بوريكي بصي اللحمه استوت ازاي على نار هاديه كل دوت ها. هنجيب الطماطم بتاعتنا بعد ما بشرناها ما شاء الله زي ما انت شايفه اهو. بصي اللحمه نزلت ميتها وشربتها ازاي ومفروله، بسم الله ما شاء الله والله العظيم جميله جدا، بسم الله ما شاء الله، صحه وعافيه على اللي كان. او بوريكي بصي شربت ميتها. ادي الطماطم بعد ما بشرتها اهو. هتقلبي كويس جدا. لو عندك صلصة مفيش اي مشكلة، ما عندكيش ولا تزعلي نفسك، شغالة الدنيا شغالة وتمام. حطيت اللي انا الطماطم وزودت معلقة صلصة عشان تحمر معايا شوية وتديها بطعم وتستحل. بصي لما الطماطم بدأت تتسبك جبت معلقة صلصة اهو. بس كده خلاص، ولا اي حاجة ولا تزودي اي حاجة، هي كده يعتبر الوصفة بتاعتنا خلصت اهو. قلبت كويس جدا وهسيبها على نار هادية تستوي معايا اللحمة. هتسلقي بقى كيس مكرونة اللي هو 350 جرام. تمام، هتسلقيه على الكمية دي، هو كيس مكرونة يا دوبك. تمام، انا سلقت 2 بس شلت منه عشان خاطر تبقى الصلصة باينة فيه بس. وهتسيبيه على النار تقلبيها تقلبتين وبس وتطفي. هي اصلا المكرونه مسلوقه احنا سلقنا اي نوع مكرونه تحبيه. عندك جبنه موتزاريلا تمام، ما عندكيش شغاله وجميله وزي الفل وطعمها فوق الرائع. طبعا تطلع من على النار تهدى شويه تروحي غرفها. بصي المكرونه الواحده بوحدتها مفروله وجميله. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش اشتراك في القناه واللايك، كومنت حلو زي قلبك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.